أنا قال لي أحد الأخوة قال شيخنا نريد وفاة الرسول بصيغة المقتل، أنا خادم أسألكم الدعاء في هذه اللحظات، أسأل الله أن لا يضيعنا ولا يضيع أجرنا، أن يرحمنا برسول. تقول الرواية عندما دنت الوفاة من رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر علي بن أبي طالب، وقال ما لي لا أرى فاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. لحظات أخيرة للرسول الأعظم، قال نادوا لي على ابنة فاطمة. جاءت فاطمة منادية وأبتاه ورسول الله. أيوا حبيبا يا 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 أبا يا رسول الله يا من للضعيف بعدك يا رسول الله. ضمها إلى صدره قال بني تعزي بعزاء الله فاطمة أدن من لنور عيني رمت بنفسها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت أبا يا رسول الله من لي بعدك يا غياث المستغيثين يا رسول الله يا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. أبا يا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي يا حنت فاطمة وجذبة الوناية ألف وزفة يطاها بعدت عنه بويا علي وصفة يطايا بعدت عنا يا ابو ابراهيم يا راعي المحن. يا ابو ابراهيم يا راعي المحن تفارقنا دهر لا يوم تحل بدمدمح الفقد بوها يا وبيها تشمتت خلاف عدوها. تشوف ناس الواد مخذوها يا صاحت وين بالمختار ناو. خال بني فاطمة أدن من نور عيني تقول أبا يا رسول الله أراك مودعي. قال هذا قال إن ربي قال لي يا محمد إنما عندي خير لك من الدنيا وما فيها. قالت وأبا أراك تنعى نفسك. قال بني قرب الأجل. أيوا فاطمة رحم الله من نادى وسيدك. أيوا فاطمة يا تقول الرواية همس بإذنها صلوات الله عليها. تقول قيل لها يا فاطمة ما الذي أسرك رسول الله صلى الله عليه وآله. أسرها مرة أخرى. تقول عندما أسرها في الأولى بكت وفي الثانية ابتسمت. قيل لها يا فاطمة ماذا قال لك رسول الله. قالت في الأولى قال سألت الله تبارك وتعالى. قال في الأولى نعى إلي نفسي وفي الثانية قال يا فاطمة سألت الله أول لحوق أهل بيتي بي أنت يا فاطمة فسرني ذلك. تقول الرواية بينما هو كذلك فلما دنا منه الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام
أراد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن ينحيهما عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عندها نزل جبرائيل قال وعليك السلام يا أخي يا جبرائيل. قال أذن لي حتى أصعد. تقول الرواية بعدها طرق الباب، خرجت فاطمة قالت ما تريد؟ قال أريد الدخول والاستئذان على رسول الله. قالت الرسول مشغول بنفسه انصرف. ثم جاء مرة أخرى طرق الباب. تقول الرواية قالت فاطمة ما تريد؟ قال أريد الدخول على رسول الله. قالت إنه مشغول بنفسه. في المرة الثالثة سمعه رسول الله قال بني افتح الباب إنه رسول الله، إنه ملك الموت عزرائيل سلام الله عليه. جلس عند رسول الله قال يا رسول الله ما استأذنت على أحد قبلك ولا بعدك يا رسول الله، ولكن كرامة لك لا أدخل حتى أستأذن. ثم قال وعليك السلام أخي يا عزرائيل. قال يا عزرائيل جئت لقبض روحي؟ قال بلى. قال امهلني فواتنا. قال وما تصنع بي؟ قال حتى يأتي أخي جبرائيل. تقول الرواية بينما هو كذلك إذ وقع الحسن والحسين على جدهما هذا يحب ويحضن وهذا يشم قال يا علي دعهما يتزودان مني وأتزود منهما. ثم قال وعليكم السلام يا ملائكة ربي أشهد أن لا إله إلا الله. فمدد يديه وأسبل يديه ومدد رجليه وقال يا علي أدن مني. جذب عليا تحت رداءه أخذ يناجي. قال يا علي ضع فمك على فمي ولسانك على لساني حتى فاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وسيدا. أيوة رسول الله يا والله قربة وفاته يا علي يشيل الوسادة وغمض عيونه وجبله وقرا الشهر. غمض عيونه ومدد شماله ويمين. أرسوم المنية بينه تعاين جبينه. رحم الله من نادى وسيدا. أيوة محمدا أيوة فاطمة على ابن عمه على ابن عمه وحتى فاق يودع صاح وداعت الله ويصب دمعه. ورا تجري على خده دمعة العين. ألف وصفة يا طه بعدت عنا يا ابو ابراهيم يا راعي المحن. يا ابو ابراهيم يا راعي المحن يا تفارقنا دهر لا يوم يوم. يا ابو يا رسول الله والله بس ما يار يا ابويا ما حلال العيش بس ما وبعد فقدك يا ابو ابراهيم.
بويا بس ما يار، بس ما يار يا بو